بسم الله الرحمن الرحيم. يوم جديد معاكم ومعانا عمر البحيري وقناتكم قناة المهاجر. النهاردة احنا في منطقة في جداينسك في بولندا، في يوم مشمس جدا وجميل زي ما انتم شايفين حضراتكم دلوقتي درجة الحرارة كانت عاملة ازاي. خرجنا ان احنا نوريكم ازاي كان الجو على الطبيعة. ده عبارة عن كوبري لسه منشأ وموجود حديثا بتمويل الاتحاد الأوروبي. شايفينه دلوقتي هو لفوق مفتوح في أوقات معينة، مثلا إن هو بيتقفل وبيفتح. لما بيكون مفتوح الناس بتعدي من الجنب ده للجنب التاني. احنا جنبنا هناك مش بعيد ده هيلتون رمسيس، آسف هيلتون، أنا بقول له هيلتون رمسيس في مصر، ده سيرة هيلتون. ده أحد المناظر هنا. الشخص ما يعني أمام أحد المطاعم إن هو بيعزف قطعة موسيقية معينة. ودلوقتي شايفين الكوبري من فوق. احنا مستنيين دلوقتي هو حتى بينزل، حتى تلاحظ وملاحظين مع بعض ان هو بينزل بالراحة. منظر جميل وروعة. على الناحية التانية من هناك ده اللي هو زي دار الأوبرا اللي موجودة هنا البولندية في المنطقة دي. وحاليا دلوقتي حتى ده موسم سياحي، لأن في معرض هنا موجود حاليا دلوقتي هيبدأ من يوم السبت في بولندا. بيجي ناس بتعرض منتجاتهم من جميع أنحاء العالم. فنرجع نقول تاني روعة روعة. المنظر بتاعت هنا الطبيعة والخضرة والكوبري اللي موجود. فاهو شايفين دلوقتي بينزل بالراحة واحدة واحدة، يعني بقول رويدا رويدا. ودلوقتي هو هيبدأ ينزل، ودلوقتي هيسمحهم للناس انها تعدي او بتعبر. هو حوالي مرتين او ثلاثة في اليوم، يعني ممكن مش متذكر كم مرة يعني. في مرات معينة بيبدأ الكوبري يتفتح لفوق، وبعد كده بيبدأ ينزل والناس تعدي طبيعي. طبعا بيكون يعني زي صفارات انذار للناس انها تبدأ تعدي. فدلوقتي معاكم من خلال القناة وقناتكم قناة المهاجر هنبدأ نعدي دلوقتي بالراحة على الكوبري. أنا زي ما قلت لكم ده شخص وإنسان بيعزف قطعة موسيقية موجودة هنا دلوقتي، حتى باين من الحر أو الشمس. طبعا الناس ممكن تستغرب الحر ده عبارة عن يعني درجة مثلا حرارة حاجة وعشرين مثلا. طبعا الناس في مصر ممكن تستغرب، او في الدول العربية تقول لك ده احنا عندنا 50. ده منظر من بعيد برضو. هنا بنصور المنظر ده اللي هو زي الاي، او اللي هي مثلا اللي هي زي الملاهي اللي موجودة في انجلترا في لندن او في كل دول العالم دلوقتي بيحاولوا يعملوها. ده شركة ألمانية موجودة من فترة جت هنا في بولندا حطيتها دلوقتي. انت بتشوف منظر البانوراما بتاع جداينسك من فوق. منظر روعة روعة روعة. ان شاء الله برضو في يوم مثلا هيكون بالليل هنحاول نصور لكم فيديو موجود من هنا. دلوقتي بدأت الناس كلها تنزل دلوقتي تتجه على الكوبري عشان نروح على الطريق التاني ونعدي معاكم مع بعض دلوقتي. دي بعض الأسر اللي موجودة أو الأطفال. وده شخص بيحاول إن هو يعمل صورة هنا مثلا لحقل معين. فدلوقتي شايفين دراجات أو العجل. الناس بتيجي مثلا تسيب العربية بتاعها أو تعدي بالدراجة مثلا. زي ما قلت لكم هناك المكان اللي موجود هناك ده زي اللي هو دار الأوبرا اللي موجودة. والناس مستنيين لان كان في زحمه جدا في درجه الحر اللي موجوده دي. هنا برضو من فوق. احنا دلوقتي دخلنا على الكوبري من فوق او على البريدج. شايفين دلوقتي المنظر. الناس ماشيه واحده واحده بالراحه. وده بانوراما من هنا. برضو هنا في سفن بتبقى موجودة هنا بتطلع هنا رحلة بحرية موجودة من هنا. برضو كان في الآخر رحنا للسويد أو الكلام ده دول اسكندناف، أو عبارة عن رحلات صغيرة موجودة هنا. ده هناك برضو مش بعيد جنبنا اللي هو المتحف بتاع الحرب العالمية التانية. في متحف برضو مخصص موجود هناك. فكان معاكم عمر البحيري النهاردة وجولة صغيرة حبيت أوريكم وأفرجكم. لو أنت موجود هنا في سياحة في مدينة جدايسك أتمنى إن أنت تيجي. وده هنا زي السيفتي أو الانستراكشن التعليمات اللي موجودة، والوقت مثلا الزيارة وقت الفتح وقت الغلق. أتمنى إن شاء الله وأنت موجود في زيارة هنا لمدينة جدايسك إنك تيجي إن شاء الله وتزور المكان الجميل ده. وده حاجة برضو من الأساسيات اللي موجودة. أشوفكم على خير إن شاء الله. أحد الموتوسيكلات اللي هي الهارلي اللي كانت موجودة هنا